واخيرا غادي تعلن على نتائج الانتخابات الامريكيه واللي غادي تسالي بفوز الرئيس السابق ديال الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب. اريد ان اشكر الشعب الامريكي على الشرف الاستثنائي بانتخابي كالرئيس السابع والأربعين وايضا الرئيس الخامس والأربعين. يعني ترامب غادي تعطيه فرصه جديده باش يحكم الولايات المتحده الامريكيه مره اخرى، وهذا الخبر حاليا خالق ضجه في امريكا وفي العالم كامل. فكيفاش قدر دونالد ترامب باش يفوز في هذه الانتخابات، مع العلم انه كاين بزاف ديال الناس في امريكا اللي ما عجبهمش ترامب وما باغينوش يرجع للحكم. باش نفهموا التفاصيل كامله خاصنا ضروري نرجعوا شي شويه للور. دونالد ترامب كان رئيس الولايات المتحده الامريكيه ما بين سنه 2016 و 2020، وفي الانتخابات ديال سنه 2021 ترامب غادي يخسر امام جو بايدن. فترامب في ذاك الساعه ما غاديش يتقبل هذه الخساره امام جو بايدن وغادي يسقط على الاوضاع، لدرجه انه كان ما بغاش يخرج اليوم من البيت الابيض وقال على ان الانتخابات مسروقه والفوز ديال جو بايدن غير مستحق. They can try to steal the election from us. ومن بعد هذه الخساره امام جو بايدن وترامب كيستعد باش يرجع للرئاسه ديال الولايات المتحده الامريكيه. يعني طيله هذه السنوات هو كيستعد هذه الحمله الانتخابيه ديال سنه 2024 في الفتره اللي حكم فيها الرئيس جو بايدن في امريكا. الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه شهدت واحد التراجع كبير في امريكا، وهذا الشيء غادي تكونوا لاحظتوه من خلال المظاهرات والاحتجاجات اللي كانت كثره مؤخرا في الولايات المتحده الامريكيه، خصوصا في ظل فشل بايدن في حل ديال الازمه ديال الشرق الاوسط، بالاضافه للدعم اللامشروط للولايات المتحده الامريكيه للكيان الوهمي المدعوم من اموال الضرائب واموال الشعب الامريكي. وهذا الشيء غادي يزيد من السخط ديال المجتمع الامريكي ضد اداره بايدن. فهنايا دونالد ترامب غادي يستغل هذه النقطه وغادي يلعب على هذا الوتر. دونالد ترامب بصريح العباره جا وقال لهم انا هو الحل، وبدا كيعطي وعود باش يحل المشاكل الاقتصاديه والبطاله والقضايا اللي كيحس بها المواطن الامريكي، بالاضافه لانه عطى وعود باش يوقف الحرب على لبنان وقطاع غزه. سوف امنع الحرب العالميه الثالثه، نحن قريبون جدا من اندلاع الحرب العالميه الثالثه. من بين الاسباب اللي ساهمت في النجاح ديال الحمله الانتخابيه ديال دونالد ترامب هو انه ما ركزش على الوسائل التقليديه في الحمله ديالو بحال التلفزه والجرائد كما دارت المنافسه ديالو كامالا هاريس، ولكن دونالد ترامب كان مركز بشكل كبير على السوشيال ميديا والمؤثرين، من بينهم اغنى رجل في العالم اللي هو ايلون ماسك، واللي كان عنده دور كبير في النجاح ديال الحمله الانتخابيه ديال دونالد ترامب. ايلون ماسك من نهار اللي بدات الحمله الانتخابيه ديال دونالد ترامب هو كيدعم في هذه الحمله وكيدافع على الرؤيه ديال ترامب اللي كتركز على الاستقلاليه ديال الاقتصاد الامريكي ومحاربه الهجره والقوانين البيئيه. اكثر من هذا الشيء كامل ايلون ماسك كان استعمل المنصه ديالو اكس باش يوصل الصوت ديال ترامب للمجتمع الامريكي، وكان قال على انه مستعد باش يدعم الحمله الانتخابيه ديال ترامب ب 100 مليون دولار، وقال على انه الا ما نجحش ترامب في هذه الانتخابات غادي تكون هذه هي الانتخابات الاخيره. I think this was the last election. If Trump doesn't win, this is the last election. I think you're right. وعلى هذا الشيء دونالد ترامب مجرد ما انه غادي يفوز في الانتخابات الامريكيه خرج وبدا كيمدح في ايلون ماسك وبدا كيشكر فيه وغادي يوصفه بالنجم الجديد في الولايات المتحده الامريكيه. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. ترامب صراحه عرف كيفاش يسوق الحمله الانتخابيه ديالو واستغل كاع الظروف لصالحه باش يفوز في هذه الانتخابات بالرغم من التحديات والضغوطات اللي كانت من عند المنافسين ديالو، ولكن في المقابل حط مجموعه من الوعود الكبيره للشعب الامريكي بحال خفض الضرائب ومحاربه الهجره والنهوض بالاقتصاد الامريكي من جديد وحل المشاكل والنزاعات اللي كاينه في الشرق الاوسط وحتى في اوكرانيا، وحتى في العلاقات الدوليه عطى وعود باش يغير بزاف ديال القوانين التجاريه والعلاقات مع الدول بحال الصين وروسيا. ولكن واش هذا الشيء غادي يكون على ارض الواقع الله اعلم. فالشعب الامريكي والداعمين ديال ترامب حاليا كيعينوا على انه يركز على الاقتصاد ويقدم فرص عمل جديده ويقوي الولايات المتحده الامريكيه في مجال الصناعه والتكنولوجيا. فلذلك كل شيء حاليا كينتظر اشنو غادي يطرا في الايام القادمه، واش دونالد ترامب غادي يوفي بالوعود ديالو او لا. وانتم اشنو هو الراي ديالكم؟ واش مع الفوز ديال ترامب او لا؟ واش هذا الفوز غادي يكون فيه فعلا شي تغيير او لا مجرد واحد المسرحيه جديده؟ شاركني بالراي ديالك في التعليقات، ولا كملتي معايا الفيديو ما تنساش تبارطاجيه، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.